زوجي توفاه الله، رحت ارخص العربيه في المرور. المهندس الفني فحص العربيه صالحه فنيا للترخيص، بس قال لي غير النمر تلفه، ما ينفعش تجدد الترخيص بيها فني فهتغير النمر. طلعت على الشباك، سلمت الورق، جددت الترخيص، خدت نفس النمر تاني. في مشكله عندي ولا لا؟ فبنقول اهم حاجه خدت صلاحيه فنيه. المهندس كتب في اورنيك الفحص الفني صالح فنيا للترخيص، ما جاش او ما تكلمش عن اللوحات المعدنيه او ما كتبلكيش في الاورنيك يلزم تغيير اللوحات او اللوحات تلفه، وبالتالي موظف الشباك او مدخل البيانات ما لقاش في اورنيك الفحص كلمه اللوحات تلفه او يلزم تغيير اللوحات، وجددت الترخيص على كده بالنمر القديمه. فبالنسبه لك فما فيش مشكله، دي مشكله المهندس الفني طالما لقى فيه ملاحظات كان كتب الملاحظات ديت على اورنيك الفحص الفني. تمام؟ يبقى ما كتبش ملاحظات، الترخيص اتجدد، الترخيص سليم. الامانه كانت تقتضي على المهندس انه يكتب في اورنيك الفحص اللوحات تلفه ويلزم تغييرها، انما رخصتي خلاص ما فيش مشكله بالنسبه لك. تمام؟